النهارده اللاعب زيرو واحد كده من ساعة ولا من مفيش وقت، يعني لقى خبر ان زيرو بيقدم بلاغ ان هو لا يشعر بالامان في نادي الزمالك. فهو المشكلة ان هو حاليا الراجل ده لسه مدي نفسه اكبر من حجمه، يعني اي زملكاوي دلوقتي هو فعلا لو شاف زيزو ولا هيعبره ولا هيشتمه مش هيعمل فيه حاجة، لان فعلا هو بالنسبة لنا بقى ماضي، بقى نكرة. ما عادش حد يهمه اصلا هو رايح فين جاي منين. فهو فعلا هو مدي نفسه اكبر من حجمه. هو فعلا لو جه النادي ومحدش هيكلمه، واصلا محدش هيسمح له اصلا، يعني مش هنستنضف ننزله الملعب اصلا. هو اخره مثلا هيطلع يجري شويه في الجيم ولا حاجه ويروح. وفي قبل كده معتز اينو لما مضى للاهلي عادي كان بيجي التمرين الزمالك، كان بيجي كل يوم الصبح يجري في النادي، وكان معروف انه ماضي الاهلي، وكان ماضي الاهلي من شهر يناير. فعادي قعد بتاع 4 5 شهور بيجي يتمرن. لاقينه طلع قال الناس هجمتني، ولا ايده، لان خلاص انت الزمالك والزملكاويه اللي يسيبهم او اللي يبيعهم ما بيبقى بالنسبه لهم نكره، يعني شفاف محدش شايفك اصلا. فانا ما اعرفش الصراحه انت مين اللي سايقك. ما اعرفش بقى ده الحاج بقى ولا ده محامي مين ولا ايه، بس انت يعني ايه عامل قاعد تاخد قرار ورا التاني. وبسم الله ما شاء الله، يعني حاسس ان انت هتخلص الفتره دي اصلا هيبقى عليك للزمالك ملايين. يعني طبعا الزمالك لو ليه عندك جنيه مش هيسيبه مؤخرا، يعني عشان ما تاخدش اكتر من وقتك. يعني حبيت اقول لك بس ان انت نكره يعني ومحدش شايفك، يعني فتيجي ما تجيش براحتك، محدش اصلا هيعبرك لو جيت يعني. الزمالك عنده 6 ماتشات نهائيات، يعني ال6 ماتشات دول بقى مش بتوع بقى مدرب أجنبي ولا مدرب مصري. مش بتوع أداء. لو نقدر نكسب الماتشات دي ربع صفر، احنا عايزين الربع ده. فيعني حاسس إن أي نقاشات عن تدعيم صفقات، عن لعيبة تمشي، عن لعيبة مستواها قليل، عن مدرب تكتيكه ضايع، عن الكلام ده كله مش هيفرق. هما 6 ماتشات بس. فكل الدعم لعيبة الزمالك اللي موجودة للجهاز الفني. 6 ماتشات فعلا جايين في الظروف صعبة، والزمالك كل اللي مطالب ان هو يكسبهم، وبعد ما يكسبهم ايا كان الزمالك فين جمهور الزمالك راضي. الزمالك كان اول خير وبركة، كان تاني كويس، كان تالت، ده اللي قدرنا عليه. بس 6 ماتشات عايزة رجولة في الملعب، عايزة الناس تاكل النجيلة. 18 نقطة مطلوبين حياة أو موت يعني. فرصة برضه في الماتشات دي للعيبة اللي هي يعني لحد دلوقتي زي ما تقول ما اشتريتش ود لعيبة الزمالك. بتكلم على مصطفى شلبي، بتكلم على ناصر ماهر، على الجزيري. قدامكم 6 ماتشات فعلا لو استرجلتوا فيهم ولو جبتوا اخركم فيهم جمهور الزمالك هيشيلكوا فوق راسه على طول. وابسط مثال ناصر منسي كان ماشي لعب ماتش واحد بجد، بس كان ماتش مهم بقى، الاسطوره زي ما انتم شايفين يعني. فرساله للعيبه دي يعني اخر فرصه 6 ماتشات لو استرجلتوا فيهم وجبتوهم للزمالك فعلا جمهور الزمالك هيشيلكوا على راسه، يعني خاصه في الظروف دي يعني. وكل التوفيق للزمالك ولا عزاء للزيرو.